ازيكم يا جماعه؟ في الفيديو ده هجاوب على كل الاسئله او اكتر الاسئله اللي بتسال قبل اي تحديث تجريبي من ابل زي اي او اس 26 او 19. لو انت محتار تحدث ولا لا او مش عارف التحديث ده ممكن يعمل ايه في موبايلك، يبقى الفيديو ده ليك. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا. اول حاجه الاجهزه المدعومه، ودي حاجه هنعرفها خلاص بكره لان المؤتمر بكره. فعلى حسب التسريبات اللي بتتقال لغايه النهارده وفي اخر يوم قبل المؤتمر، ان اجهزه اكس ار واكس اس واكس اس ماكس مش هتبقى مدعومه. فممكن ده يتغير عادي قبل بكره، تلاقيها دعم الاجهزه دي عادي جدا. فكل التسريبات دي مش مؤكده، بس يعني اللي بيحصل كل سنه ان التسريبات دي ما بتطلع حقيقيه. فخلينا نشوف بكره ابل ناويه تعمل ايه. هل انزل التحديث التجريبي ولا لا؟ بص يا سيدي، لو انت بتحب تجرب كل جديد وعندك فضول تشوف مثلا مميزات زي اي او اس 26 او زي ما كنت بتعمل في اي او اس 18 والكلام ده، يعني على طول بتعمله، على طول بتنزل التحديثات التجريبيه دي، عادي جرب. لكن لو جهازك هو موبايلك الاساسي، سواء بتستخدمه في شغل او دراسه او حتى لعب، يعني بتلعب عليه جيمز، فما انصحكش ان انت تحدث التحديث ده لانه هيديك اداء سيء جدا وكمان تهنيجات ومشاكل كتيره جدا. وهقول لك ليه بعدين. هل التحديث التجريبي امن؟ هو امن من ناحيه انه مش هيبوظ لك موبايلك زي ما الناس كتيره بتقول، بس في مشاكل كبيره ممكن تظهر لك، زي ممكن تلاقي تهنيج او بطء او حراره وسخونيه كبيره جدا او مشاكل في البطاريه او حتى تجميد الجهاز، حتى ما يستجيبش للتاتش ولا يفتح معاك، تلاقي مره واحده وقف لازم ترستره. وكمان بطاريه بتخلص بسرعه ومشاكل البطاريات، وكمان مشاكل في التطبيقات نفسها، ممكن تلاقي تطبيقات مش شغاله، ومعظم التطبيقات دي بتبقى تطبيقات بنوك او تطبيقات حكوميه. وممكن الجهاز يثبت على لوجو ابل لا قدر الله وتفقد كل بياناتك لو انت مش عامل نسخه احتياطيه قبل ما تحدث للتحديث التجريبي ده. فعشان كده لازم تحدث نسخه احتياطيه، وكل ده هنقوله بعدين. ازاي ارجع للاصدار القديم؟ يعني لو على النسخه التجريبيه الاولى ازاي ارجع ل 18.5، او حتى لو الجهاز عمل معايا المشكله اللي انا لسه قايل عليها، ان مثلا ثبت على لوجو ابل ومحتاج اعمل سوفت وير، وان التحديث مثلا مش عاجبني مثلا وجربته ومش عاجبني عايز ارجع للاصدار اللي اقدم منه. بس لازم تستخدم جهاز كمبيوتر عشان تقدر ترجع للنسخه اللي قبل كده، او حتى لو جهاز ثبت ومحتاج سوفت وير لازم برضو تستخدم كمبيوتر. اهم حاجه بقى قبل ما تعمل ده كله، وقبل ما تحدث تحديث تجريبي اصلا، وقبل ما تخش في المشاكل دي كلها لا قدر الله وحصلت لك، وقبل ما تقول ان انا عايز ارجع للتحديث القديم، لازم تكون عامل بيك اب سواء بقى على الاي كلاود او على البي سي كمبيوتر يعني، بس الافضل من الكمبيوتر باستخدام برامج زي 3 تولز او الايتونز نفسه. بعدها بتروح على موقع اي بي اس دبليو. الموقع ده بتختار فيه التليفون بتاعك عشان ترجع للنظام القديم، مثلا انت ايفون من 11 مثلا، تختار الايفون 11، بتشوف الصلاحيات اللي قدامك، انهي تحديث اللي شغال او تقدر ترجع له هتلاقيه معمول عليه علامه صح. بتختار مثلا 18.5، هو ده اللي موجود متاح دلوقتي فقط اللي تقدر ترجع له. بتختار تحمله، بعد ما تحمله بتقدر تسطبه عن طريق برامج ال 3 تولز او برنامج الايتونز نفسه اللي على الكمبيوتر. وبيكون اكيد عامل نسخه احتياطيه قبل ما تواجه المشاكل دي كلها او قبل ما ترجع عشان تحفظ البيانات بتاعتك كلها. هل التحديث بيمسح البيانات؟ هو طبيعي لا، يعني مفيش تحديث بتنزله تلاقيه مره واحده حصل معاك مشكله، بس المشاكل دي بتبقى نوادر. فلو حصلت معاك انت لا قدر الله مفيش خيار تاني غير اللي انت خلاص اجباري اللي انت خسرت البيانات بتاعتك، سواء صور او داتا او حاجات مهمه جوه الجهاز بتاعك. فالافضل انت لازم تعمل نسخه احتياطيه. فخلينا نتكلم بشكل اعمق ان التحديث التجريبي ممكن يسبب لك مشكله زي كده، ولازم تعمل نسخه على الكمبيوتر عشان تقدر ترجع بياناتك بكل سهوله واكن مفيش حاجه حصلت. تمام تمام. هل بيأثر على البطارية؟ جدا يا جماعة. انا قبل كده قلت في كذا مرة ان التحديثات التجريبية حرفيا بتدمر البطارية وعمرها كمان، لان اول النسخة التجريبية او الثانية او الثالثة حتى بتواجه مشاكل كتيرة جدا، زي ان البرامج أو المميزات بتشتغل في الخلفية، الجهاز مش عارف هو بيعمل ايه، بتلاقيه بيشغل بشكل تلقائي او بشكل اوفر عن الطبيعي، يعني بتلاقيه بيشغل حاجات ملهاش لازمة اصلا. فبتلاقي التليفون بيسخن وبيهنج معاك، وفي حاجات كتيرة. الايفون مش ذكي في الاستخدام، لسه بيتعرف على النظام، زي ما يكون كده النظام بالنسبه له جديد، وبالذات في اي او اس 18 اما تنقل مثلا ل 19 او 26 مره واحده، فبيبقى في نقله كبيره، فبيحتاج ان التليفون ياخد فتره. فالتحديثات التجريبيه ايوه بيحصل فيها مشاكل وبتاثر على البطاريه، فالسخونيه والمشاكل واللاج ده كله لما بيحصل للجهاز ده بيعود سلبي على البطاريه. عمر الافتراضي بتاع البطاريه اول حاجه، ونسبه صحتها بتقل، وكمان الاستخدام اليومي بتاعها بيقل، ومشاكل كتيره من دي. فعقبال ما توصل لشهر 9 على فتره التحديثات التجريبيه، بتلاقي ممكن من نسبه البطاريه بتاعتك او عمر البطاريه بتاعك ينقص 5 6% زي ما حصل
معايا في iOS 18. هل كل التطبيقات هتشتغل عندي؟ لأ، مش كل التطبيقات هتشتغل عندك، في تطبيقات ممكن ما تشتغلش، ما فيش حاجة معينة أو أقدر أحدد لك تطبيقات زي إيه، لأ، في تطبيقات ممكن تلاقي الفيسبوك ما بيشتغلش أو الإنستا غير أمّا ينزل تحديث على طول يحل المشكلة دي، ممكن تلاقي تطبيقات زي البنوك أو التطبيقات الحكومية ما تشتغلش لأنها مش بسبب التحديث، لأ، لأنها مش متوافقة مع تحديث iOS 26 لسه، أو ما فيش تحديث نزل للتطبيق نفسه يتوافق مع الإصدار ده، فهتلاقي مشاكل من دي وهتواجهك بجانب السخونية الحرارة واللاج والكلام ده كله، وارد إن كل ده يحصل في أول نسخ التجريبية من iOS 19. هل ينفع أنزّل التحديث على موبايلي الأساسي والّا لأ؟ أنا جاوبت السؤال ده، بس خلّيني أكلمه بشكل أعمق شوية، خصوصًا لو موبايلك بتاع شغل أو دراسة أو حتى gaming، ما تنزّلوش لإنك هتقابل مشاكل في كل الحالات دي، سواء في الgaming هتلاقي تقطيع وdrop frame ومشاكل كبيرة جدًا، والموبايل بيسخن أصلًا من غير ما بتلعب عليه، هو بيسخن مجرد من الاستخدام العادي، فمع الgaming هتلاقيه بيتدمر حرفيًا. فلو عندك موبايل تاني أو جرّب عليه، جرّب عليه وشوف، يعني شوف المميزات وجرّب واعمل اللي أنت عايزه، ولو أنت عارف أنت بتعمل إيه وخلاص خدت نسخة احتياطية وضبّطت الدنيا كلّها، خلاص حدّث ما فيش مشكلة، طالما أنت يعني عايز تشوف المميزات وخلاص، مش فارق معاك المشاكل اللي ممكن تقدر تتأقلم معاها عادي جدًا، ما فيش أي مشكلة، بس أهم حاجة قبل ما تعمل أي خطوة من دي، بانبّه تاني لازم تعمل back up أو نسخة احتياطية على الكمبيوتر أو على الiCloud بتاع الآيفون. فطبعًا الiCloud هتلاقيه مليان عندك، فالأفضل تعمله على الكمبيوتر عشان تقدر ترجع. إزاي أنزّل التحديث؟ في كذا طريقة يا جماعة وأشهرهم beta profiles، بس ما تقلقش يعني بكرة التحديث نازل الساعة 11 أو 10 بالليل بعد المؤتمر على طول بنُص ساعة أو ساعة كمان، فهنقدر نستنى وهاقول لكم إزاي تفعّلوا النسخة التجريبية تظهر لكم يعني في الإعدادات، ولو أنت النسخة التجريبية بتظهر لك في iOS 18 يعني أنت مفعّل أساسًا النسخة التجريبية في iOS 18 كده هتظهر لك النسخة التجريبية بتاعة iOS 19 وهيظهر عندك بشكل أوتوماتيك عادي، مش محتاج تعمل أي ردة فعل، هو أنت بس تخش على الإعدادات وتخش على العام والتحديثات وتفعّل بس حاجة اسمها اللي هو iOS 19 developer beta هتلاقيها ظاهرة لك هنا بكرة بالليل، فبعد المؤتمر هتلاقي في خيار جديد بتاع iOS 19 تدوس عليه وترجع هتلاقي التحديث ظهر قدامك هنا على طول، مش محتاج إن أنت تعمل أي إجراء طالما أنت مفعّل النسخة التجريبية بتاعة iOS 18. طيب هل في فرق ما بين النسخة التجريبية العادية اللي هي بتاعة المطورين والنسخة التجريبية العامة اللي بتنزل لكل الناس عادي تقدر تجربها؟ في فرق. النسخة التجريبية بتاعة المطورين بتبقى مليانة مشاكل، مليانة bugs، مليانة تهنيجات، سخونية، حرارة والكلام ده كله، فالمطورين بيجربوها وبيشوفوا المشاكل اللي بتظهر وبيقدموها feedback لآبل، أو يعني آبل بتراجع الكلام ده وبتشوف إيه المشاكل اللي بتحصل في النظام، فالمطورين بيقدروا يرسلوا لآبل أو بيتواصلوا مع آبل ويشوفوا المشاكل اللي بتبقى في النظام عشان عقبال ما ينزل في شهر 9 يكون نازل بشكل سليم. أمّا النسخة التجريبية العامة بتبقى أقل مشاكل بكتير جدًا عن النسخة المطورين، بس مش معدومة من المشاكل طبعًا، بتبقى أقل عشان تقدر تجرّب بس التحديث لغاية أمّا ينزل الرسمي. وبالنسبة للنسخة الرسمية بقى ميعادها إمتى؟ بنتكلم إن هو في شهر 9 اللي جاي، مع نزول الأيفون 17 في نفس اليوم بعد المؤتمر أمّا تعلن أيفون 17. إيه النصايح اللي أقدر آخُدها قبل ما أحدّث النسخة التجريبية؟ أول حاجة زي ما قُلت وباعيدها كذا مرّة، تعمل نسخة احتياطية على جهازك الكمبيوتر، لو ما عندكش كمبيوتر فاعملها على الأيفون. تاني حاجة اتأكد إن مساحة التليفون تكون كافية، يعني من 10 ل15 جيجا، فالأفضل تخلّيها 20 جيجا ل15 جيجا، بس أقل حاجة خلّيها 10، بس الأفضل تكون في المضمون، خلّي في مساحة كافية في الجهاز على قد ما تقدر. نسبة الشحن لازم تكون 50% أو أعلى، فما تخلّيهاش طبعًا 50 بالضبط، خلّيها على الشاحن حتى لو هو على 50 ونزّل التحديث عادي جدًا ما فيش أي مشكلة. فعّل التحديثات التجريبية لو أنت مش مفعّلها عشان يظهر لك التحديث، زي ما قُلت لك بتخش على الإعدادات وgeneral والتحديثات وتفعّل iOS 19 هتلاقيه ظاهر لك هنا وتفعّله هتلاقيه ظاهر لك قدّامك، ولو أنت ما عندكش بكرة هاوضّح لك إزاي تنزّل iOS 26 أو 19 على الأيفون بتاعك لو أنت مش مفعّل خدمة المطوّرين. تمام؟ تمام. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. بكرة مؤتمر الWWDC 25 هيكون الساعة 19:00 بتوقيت مصر، وهينتهي على الساعة 21:00 إن شاء الله، وهينتهي على الساعة 21:00 يعني هيقعد ساعتين أو ساعة ونُص تقريبًا، وبعدها بنُص ساعة أو ساعة هيظهر النسخة التجريبية الأولى للمطوّرين، وطبعًا كل ده هيبقى فيه تغطية كاملة أول بأول بكرة على القناة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.